اليوم رح نعمل مع بعض سندويشات صدر الدجاج، بس هي مختلفة تقريبا عن سندويشة الشاورما. رح نضيفلها جبنة هالمرة بس بطريقة كتير طيبة. يلا شوفوا مع بعض كيف رح نعمل كيف رح نحضرها. بأي وعاء عندك، أنا هون سلقت مسبقا صدر دجاج. رح حطهم بالجاط أو بالوعاء ورح نفرفتهم كلهم. أنا لاختصار الوقت رح أضربن هلّا هيك بالخلاط مع بعض. يلّي ما عنده خلاط كمان فينه يفرفطه متل ما قلتلكن بإيده. بهالشكل أنا رح أفرفطها كلّا بهي الطريقة. وهون بعد ما اتفرفتت كلّا معنا وصارت صار شكلها هيك، رح نضيف عليها هلّا المكونات اللازمة. رح نضيف عليها معلقة من الكاتشب. رح نضيف متل ما قلتلكن معلقة من الكاتشب معلقة صغيرة من فليفلة حمرا ناعمة، دبيس يعني، أو نص معلقة يعني. ورح نضيف معلقتين من المايونيز. ورح اخلطهم كلهم مع بعض حتى المكونات كلها تتجانس وتندمج كلياتها مع بعض، يعني ينخلطوا منيح. هون أنا بعد ما خلطت جبت جبنة موزاريلا وبشرتها، ورح أضيف عليها قدر معلقتين من جبنة الموزاريلا. وإذا في عندك كمان فطر أو ذرة كمان فيك تضيفيها، كتير بتطلع طعمة طيبة. بس أنا هذا اللي كان المتوفر عندي، يعني إذا بتحبي تحطي لها إضافات كمان بتطلع كتير طيبة. رح أضيف أنا هلا هون معلقة من اللبن، كمان اللبن يعني الزبادي. ورح نقلبهم هلا بهي الطريقة مثل ما قلتلكم. رح نقلبهم كلهم مع بعض لحتى يتجانسوا كلهم مع بعض والنكهة كلها تدخل مع بعض يعني. وهون أنا رح أجيب خبز السوري مثل ما انكم شايفين، خبز السوري المعروف، ورح أبلش أعمل السندويشات. رح نعمل أول سندويشة. رح أضيف خليط صدر الدجاج اللي تبلناه وعملناه مع بعض. رح أضيف هلا على الخبزة ووزعها كمان بشكل متساوي. هون بعد كمان ما بعدين رح نحط عليه كمان جبنة الموزاريلا. جربوها هاي الطريقة كتير كتير بتطلع طيبة، يعني هي قريبا بتشبه سندويشة الفاهيتا أو المكسيكانو، يعني قريبة على هالسندويشات. ما بتشبه الشاورما أبدا، بس كتير كتير طيبة. وهلا هيك رح نلفها مع بعض ورح نعمل رح نعمل قدر 3 سندويشات. هون بعد ما عملنا كل الكمية وخلصناها رح أجيب بالمقلاية أو التواية، ما بعرف شو بتقولوا لها انتو، رح أحطها على نار على الغاز يعني. ورح أضيف عليها معلقة من الزبدة ورح أدوبها منيح بالمقلاية بهذا الشكل لتدوب معنا كلياتها. بعدين رح أجيب سندويشاتي وأصفهم بالمقلاية، يعني فيكن تقولوا رح نشوحهم أو نشويهم. هون أنا مثل ما قلتلكم جبت السندويشات وصفيتهم بهالشكل كلهم جنب بعض ورصيتهم منيح. هون بعد ما انقلب معي هالوش قلبته على الوش التاني لحتى كمان هو ياخد هذا اللون الحلو مثل ما انكم شايفينه. هون بعد ما صارت السندويشات رح اجيب طبق التقديم ورح اسكبهم فيهم. وعلى فكرة كانوا كتير سخنين
وحطيتهم هلا هيك بهالطريقة وقطعتهم من النص، ورح احط عليه المايونيز هيك ادهن على الوش يعني، واذا في كمان كريم توم كمان فيكي تدهني بدل المايونيز. وبعد ما دهنته رح اشوح شوي زيت مع شوية فلفلة يابسة حمرا او بابريكا، رح اشوحهم مع بعض على النار شوي، ورح اسكبهم فوق السندويشات بهذا الشكل. ورح ارش عليهم البقدونس، وهذا شكله النهائي. وعن جد كتير طيبة، أنا حبيت هالسندويشة لأنه هي ما بتشبه سندويشة شاورما، والجبنة عن جد كتير طلعت طعمتها طيبة مع صدر الدجاج. وهذا الشكل النهائي، وصحة وهنا وباي باي لإلكن، وبنلتقي بفيديو جديد.